الله العمل مستمر. خلال 4 أشهر إن شاء الله سوف يتم إنجاز كافة أعمال الجدران والأسس للنفق إن شاء الله. أما بالنسبة إلى مقام التل الزينبي، مقام التل الزينبي سوف يكون داخل الصحن الشريف، داخل صحن العقيلة، وسيتم توسعته إلى 10 أضعاف ما موجود الآن مساحة التل بحدود 300 متر مربع. سوف يكون التل الزينبي الجديد أو المساحة الجديدة بحدود 3000 متر مربع، 3000 متر مربع على شكل طابقين تحت الأرض وطابق الأرضي فوق الأرض، وقبة مشابهة للقبة الموجودة إن شاء الله. أما مقام التل الزينبي الموجود حاليا سوف يكون له رمز في داخل الصحن لقدسية هذا التل وهذا الموقع، وإن شاء الله سوف يكون مقام التل الزينبي الجديد على بعد مسافة من هذا التل لفسح المسافة، لفسح المجال للزائرين للطواف حول العتبة الحسينية، طبعا للمرور والذهاب والمجيء حول العتبة الحسينية. طبعا مثل ما عرفتوا موقع الصحن العقيلة زينب عليه السلام سوف يكون في الجهة الجنوبية الغربية من الصحن الشريف. صحن الإمام الحسين عليه السلام أمامكم في جهة المحصورة ما بين باب القبلة شارع القبلة وشارع الشهداء، شارع الشهداء المؤدي إلى جراج الأحياء، ومنطقة شارع المخيم. شارع المخيم هذا اللي هو شارع الجمهورية حول المخيم سوف يكون هنالك ارتباط شبه مباشر ما بين المخيم الحسيني وصحن العقيلة زينب عليه السلام، حيث سيتم استحداث باب مقابل بوابة المخيم الحسيني. هذه المسافة سوف تفصل مسافة هذه الباب عن باب المخيم بحدود حوالي 15 متر فقط، 15 متر اللي هو سطح هذا النفق. هذا النفق إن شاء الله سطحه سوف يكون حائر للزائرين الكرام، لاستراحة الزائرين، تناول غذائهم، ممكن بأنه الزائرين ينتظرون عوائلهم الكريمة في هذه المنطقة فوق سطح النفق. هذا النفق طبعا العرض مالته مع الجدران 15